تاريخهم أسود، ضلع في الخيانة وفي المؤامرات على العرب. يا ساتر يا هذا رب. هو الاستثناء الوحيد. يا ساتر يعني تاريخهم أسود أكحل. أسود يا أخي في المؤامرات، أسود. مسيرتهم كحلة. كحلة والله يا أخ أسعد، كحلة. لماذا لا نتكلم على لا. تونس؟ لماذا لا نتكلم على ليبيا؟ ليبيا قاتلوا وحاربوا الإيطاليين، تونس والجزائر حاربوا الفرنسيين، ولكن ماذا فعل في المغرب؟ أيوه. لكن تآمر أنا وتآمر ومؤامرات. دقيقة، أي اسمك يا أخي؟ أيمن. أيمن، نعم. نعم أيمن. أيمن، هو أنا موضوعي اليوم، أنا تناقشت مع كثير من المغاربة مثلا، فدائما يرددون نحن استثناء، نحن شيء آخر، نحن لهم الحق. دولة. لهم الحق. لحظة، أيوة لحظة اصبر. نحن دولة غير الدول، نحن لنا خصوصية لا يملكها. أيضا أنتم نفس الشيء، تكلم واحد جزائري يقول لك شوف النيف والرجولة هذا لا يشبهنا أحد، إحنا الجزائريين أبطل ناس في الكرة الأرضية، ودمنا حامي وعندنا نيف وثوريين وغاضبون وشيء من هذا القبيل. هل لكم خصوصية فعلا أنتم في الجزائر مثلا؟ ما هي خصوصيتكم؟ ما هو الشيء الذي تملكونه ولا تملكه بقية الشعوب؟ نحن لا نغدر أخ أسعد، نحن لا نخون، هذه خصوصيتنا. نحن إذا تكلمنا عن الله يا سلام، الجزائري لا يخون. لا نخون لحظة والله، أنا أريد الاستثناءات هنا، أنا سأكتب هنا المغرب هنا وهنا الجزائر. صح، المغرب أول متداخل جزائري، الجزائر واحد. لا نخون، لا نخون. نحن إذا حبيناك رفعناك، والله العظيم سوف تكون أغلى الحبيب، ولكن إذا تصرفت معنا تصرف مشين، والله لن ننظر إليك نظرة واحدة، وسوف نحقد عليك حتى الممات. الحقد أيضا خصوصية. أنا أقول لك، نحن نكره الخيانة، رأيناها في وقت الفرنسيين، في وقت الاستعمار الفرنسيين. كنا نحكم الخونة ونقطع لهم أنيوبهم وأذانهم لكي يكونوا مع لحظة، تمسكوا الخائن وقطعتوا له أذنه وأنفه. وأنفه المتآمرين والمتآمرين مع الفرنسيين. الله لكن يستاهلوا. نعم، لكي لما تنظروا في السوق تدفل عليه، لأنه سوف يكون معروف لدى العامة. أوف أوف أوف، أنا ما سمعت هذا من قبل يا أخي، لا، أنا أنا سمعت إنه أقول لك عندكم هذا الشيء يا أخي، أنا و... أقول لك و... يعني والشيء. بس يعني انك تقطع له اذنه وتجدع انفه. يعني اقتلوا احسن له يا اخي، ليش عادك لا 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 مخليه على لا، قيد لا, لا الحياه؟ يكون عبرة، لا القتل سوف يستريح. إذا اوف قتل اوف اوف أوف. سوف يستريح، لكن لازم يكون عبرة، عبرة، طيب، لأن الا تعتبر مثلا النفس الثوري عندكم كجزائريين ايضا خصوصيه لكم؟ 130 سنة من العذاب أخ أسعد، دمرت قرى، ايوه. هل اسجلها اغتصبت هنا انك نسوة. ان ثورتكم غير الثورات، يعني لا تشبهها ثوره؟ صح. فعلا أخ أسعد، فعلا قرن و30 سنة يا أخي، مذبحة، مذبحة، نصف سكان الجزائر مشى. ثوره الجزائر ايضا، اوكي. طيب، بس بالنسبة للحقد أنك تقول أننا نحقد، أصلا لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، يعني هو ينافي أبجديات الرجولة. الرجل الحقيقي لا يحقد حقيقة، وأنتم تتفاخرون في الجزائر أنكم تحقدون، يعني لماذا تتفاخرون بالحقد؟ أخ أسعد، مم. أخ أسعد، فيه إيش؟ مثل، فيه مثل فرنسي يقول oubliez peut-être mais pardonnez jamais. ننسى، ممكن ننسى، ولكن لن نسامح. أيوة. لن نسامح ما يا أخي، ممكن. مثلك أنت، مثلك، نحن لن نسامحك على الشيء اللي تفعله معنا أبدا أبدا، مهما مر الدهر. لن ما فعل. نسامحك، لن نسامحك على الفعل الشين التي عملته مع الجزائريين. لكنكم سامحتم فرنسا. يا أخي لن نسامح فرنسا. من قال لك النشيد الوطني هو درس؟ فلماذا لن تبون نسامح فرنسا. لماذا نحن ماكرون وتبون سوف نستعمر فرنسا من الداخل. لا لا، لحظة، لماذا أنتم، شوف أنتم لا تنسون أحد، أما فرنسا والله نسيتوها، لا ويتقابل لا 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 رئيسكم مع رئيسهم لا لا ويتباوسوا لا هذه بالقبلات كل شيء. أخ أسعد، هذه ها. دبلوماسية يا أخ أسعد، أنت عارف العارفين.
لما توصل آه للشيء اللي تريده، يعني فيه كلام لين، فيه عدة طرق. هذه دبلوماسية، الناس راهي تقراها بأكبر الجامعات الأمريكية. أوف أوف أوف. أنت ما عارف شاء العارفين الله. بهذا الشيء. مش كل شيء يؤخذ بالقوة. آه عندما كانت الثورة الجزائرية كانت هناك القلم والحوار والمحاورات والكلام والدبلوماسية، وكان مثل ما قالها الراحل ياسر عرفات: هناك غصن الزيتون وهناك البندقية. طيب، أنا سجلت هنا خصوصيتين من خصوصيات الشعب الجزائري: واحد، أنكم لا تخونون. ثانيا، ثورتكم خصوصية، لها خصوصية لا تشبهها كل الثورات. ثالثا، أنكم تسامحون لكن لا تنسون. هكذا قلت. نعم أخ سعد، أبدا. لا ننسى. كيف تسامح؟ ما إذا سامحت خلاص المفترض أنك لا يا سامحت. أخي، لا، مستحيل. ها؟ مستحيل. أن صعب نسامح صعب لكن صعب لا. أخ أسعد، صعب اللي عملوه فينا المغاربة في هذه السنوات الأخيرة، صعب صعب. يا أخي، أسألك بالله اقنعني ماذا فعلك بك المغاربة. أقسم بالله أكون معك، يا أخي والله أخوك أكون معك يا أخي قلبا وقالبا. يا أخي أنت قاسم بيت مع أخوك ويجيب لك إسرائيلي يسكن معك. يا أخي كيف يكون الحال؟ ليه نحب التوانسة والليبيين والموريتانيين ونكره المغاربة؟ يا أخي طعنونا في الظهر، طعنونا في الظهر. نحن يا أخي كانت عندنا أكبر جالية يهودية في فرنسا. عندما تعاملوا مع الفرنسيين طردناهم شر طردة، كانوا أبناء جلدتنا، يمكن أن تقول كانوا لأنهم عاشرون آلاف السنين. طيب، أوكي، شوف. أنت تقول هكذا جلبوا لك إسرائيل، وهم يقولون لك جلبتوا لنا إيران. نفس الشيء. أخي هذا كلام هذا كلام عجايز. أين هي إيران؟ أنا بالجزائر، أين هي إيران يا أخي؟ ما هو كلام أين هي إيران العجائز بالله يعني؟ عليك؟ هل ترى إيران يسكن بالجزائر؟ وأين هي إسرائيل؟ أنا لا أرى إسرائيل على يا أخي حدود الوزير الجزائر. الأول قال لك كل وزير خارجية كل بيت فيه دم إسرائيلي يا أخي. هذا وزير الخارجية تاعهم، هذا يقولها هو بفمه المليان: لكل ماذا بيت قال؟ كل عائلة فيها إسرائيلي. من الذي قال هكذا؟ وزير خارجيتهم هذاك البرويطة ولا مش عارف كيش اسمه. بوريطة. ايه قال في فليتأدب، كل فليتأدب. اسمه بوريطة وليس برويطة. انا ما برويطة اعرف اسمه. هذه لا 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 لا، المعذرة، انا لم اعرف اسمه يا اخي. بوريطة ولا لا برويطة. نعم، أوكي. لا 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 لا، أنت تعرف اسمه لكن تأدب حتى نرد عليك أيضا بأدب، لأن وصلنا للتجريح سوف نجرح أيضا. أيوه، يا اخ خلونا ولد بدون تجريح، العاصمة، بدون انا تجريح. اعرفك انت جرحت جرح عميق عميق، جرحتنا الجرح لا يندمج ابدا. لا طيب، لحظة. يندمج ابدا. أكثر. لحظة يا انتم أخي. وصلتونا يا للشهداء، أخوان. سب على روحك، سب يا اذا اردت انت سب يا انتم اصبر وصلتونا الى اكبر ذنب يا أخي. عملتوه معنا. لك طيب، صل الحرية. على ماذا قال وزير خارجية المغرب؟ في قال كل في كل بيت عائلة هناك، في كل عائلة مغربية هناك دما يهودي. قال هكذا. والله العظيم قالها، والله العظيم. دم يهودي. تقدر تطلع لي المقطع هذا وهو يقول هذا الكلام؟ نبحث لك في الانترنت. وجابوا رئيس الموساد وجابوا وزير الدفاع ويهددنا من المغرب حتى على هذه الكلمة. يا أخي هذه كلمة أخف مما عملوه. طيب، أوكي. أنا سجلت لك 3 خصوصيات سأناقشك فيها فيما بعد، لكن قبل أن أعطي ولد العاصمة، الأخ ولد العاصمة، يعني أنت ناقم علي أنا شخصيا. ماذا تنقم علي أنا كيمني؟ ماذا فعلت بك أنا؟ طيب، المغاربة جابوا لك الصهاينة، أنا ماذا فعلت لك؟ أنت أيوة. يا أخ أسعد، أنت عمقت الجرح يا أخ أسعد. أنت لم تدمر الجرح، لم تساعدنا على الالتفاف مع المغاربة. أنت عمقت الجرح اللي بينه وبين المغرب. أنت كنت السبب الرئيسي والكبير. أنا كنت أتبعك عندما كنت في الفيسبوك قبل ما تطلع في اليوتيوب. كنت تحاور الجزائريين في المساجد وتفرح للجزائريين. السبب الرئيسي السبب الرئيسي أنا السبب الرئيسي في ماذا؟ في ماذا؟ قبل المغاربة كنت تبجل الجزائريين، وأنت عارف هذا الشيء. أيوة، تمام. أنا السبب في ماذا؟ أنت اللي عمقت الجرح أكثر وأكثر. عم أي جرح؟ الجرح اللي هو يسري الآن بين المغاربة والجزائريين، حتى لأنك أنت شاركت هذه الأيام الأخيرة في تعميق الجراح بين التوانسة والجزائريين.
إله إلا الله. هذا طبعك. هذا نحن لا يا أخ أسعد، هذا طبعك. حتى أنت ما يعني كفار من اليمن، حتى جنازة الوالدة الله يرحمها لم تشارك فيها. هذا طبعك. نحن لا نلومك، لا نلومك على هذا، لا تلومني. لا نلومك على هذا. هذا طبعك أنت هكذا. يعني الجراح كانت مندملة إلى أن جئت أنا. لا 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 لا, لا. أنت كنت من عن مقتل جراح وجعلتها إلى لا رجوع، مفتوحة، يعني مفتوحة مفتوحة أكبر وأكبر، وزدت الملح عليها يعني. أنا الذي خلى تبون يقول ألا عودة ألا رجعة بسببك يا أخي. لا عودة لا عودة. هذاك تبون تكلم مع القيادة مش مع الشعب. نحن الشعوب نتكلم مع بعضنا، لكن تبون لا عودة هي لكي لا يدخل في الحرب مع المغرب. علشان ما يدخلش في الحرب مع المغرب. قاطع الحدود وقطع أيوة. كل شيء لكي لا نقفز إلى الحرب. طيب أوكي. شوف، بالنسبة لي بلدي، تعرف حتى أنتم كجزائريين مشاركين في أنني محروم من بلدي، لأنكم تدعمون الحوثي الذي أنا مطلوب رقم 1 عند الشيعة الكلاب الذين في اليمن. أنتم الداعمين الرئيسيين لهم للأسف. هي أمة إسلامية. لا تسب أخ سعد. لا تسب أخ سعد. ايش دخلك؟ أنا أسب جماعتي، أنا أسب اليمنيين. ما دخل. لا جماعتك حوثيين، ولكن لا حوثيين. ما لا مئات الملايين هم شيعة يا أخ أسعد. مئات الملايين. هي طائفة من شيعة الشوارع في اليمن. هو هكذا سموهم الإيرانيين، شيعة الشوارع. هذول حبايب قلبك. أنت تحب الشيعة. شوف أنت كيف غرت على الشيعة وأمة إسلامية، والمغاربة لو أقول لك المغاربة بتخرجهم من الملة. صح؟ لا تخلط الكلام. لا تخلط. يعني أنت غيور على الشيعة. لا تخلط يا أيمن غيور على الشيعي ولا تغير على يا أخ أسعد. الشيعة أشرف من بعض الأمم الإسلام اللي يسموا روحهم سنيين. أشرف منهم بهذه الأيام الماضية. أشرف منهم. أيوة. هذا السنيين اللي أنت تتبجح بهم. أنتوا تحبوا الشيعة، أنا عارف هذا. ما عدتوا تخفوه. نحن نحب الرجال أخ أسعد، مش الشيعة. نحب الرجال، نحب محور المقاومة. أنت من ضمن أوكي. طيب ابقى معي أيمن لو سمحت. الله يرحم شهداء غزة. آمين يا رب، اللهم آمين. ويرحم إسماعيل هانية الذي قتلته إيران. الشيعة الله يرحم إسماعيل هانية المغدور من الإيرانيين. هذا على حسب كلامك. شكرا لك أخي أيمن، وشكرا لك. ابقى معي حتى نشوف بقية الخصوصيات والاستثناءات الجزائرية. ولد العاصمة على أي أساس أنت استثناء في المغرب؟ قبل أن أرد لابد أن أرد على كلام الرجل، لأنه ذكر الاستثناء المغربي في الغدر. لابد أن أعطيك الاستثناء الجزائري أيضا. فاسمعني بارك الله فيك. الجزائر فعلا استثناء على جميع المستويات. أول شيء، لن تجد دولة في العالم أسسها الاستعمار. لن تجد دولة في العالم لم تكن شيئا مذكورا، ولم تكن دولة، ولم تكن أمة وأسسها الاستعمار إلا الجزائر. فالجزائر قبل دخول فرنسا لم تكن شيئا مذكورا، ولم تكن دولة، ولم تكن شعبا، ولم تكن أمة. هذا أول استثناء. الاستثناء الثاني، لن تجد دولة في العالم عدد الخونة والحركة والزواف فيها أكثر من عدد المجاهدين والمقاومة. لا من قال لك؟ قال لك الخونة كانوا يعني يجدعون أنوفهم ويقطعون آذانهم. المفروض نشوف كثير من الجزائريين أن أنوفهم مقطوعة. كلهم نيف يا أخي، كلهم بونيف. من كان يقطعها؟ قال لي حميد، قال أيمن، قال كان الخائن يمسكوه ويخرموا أنفه من هنا ويقطعوا أذنه. المجاهدين كانوا يقطعوا أنفهم. لا تقاطعني. أيوة كانوا يقطعوا. لكن يا أخي أنا ما سألتك أصلا. أنا أجاوبك. أنت تكلمت وأنا نجاوبك. ما سألتك. طيب لحظة يا أيمن أنا سأعطيك. أسعد جزائري أم يمني؟ أنا جزائري أجاوبك. اسمعني لو سمحت، أنا سأعطيك الوقت تجاوبه. ايه، أنا أغلقت المايك واستمعت لكل ترهاتك. الآن أنت تستمع في هدوء ولا تقاطع. الله يرضى عليك.
حتى تكون الأمور يعني حتى يصير سير النقاش جيد. سير سير. لدي عشرات من الأدلة، ولدي أدلة بالصوت والصورة للقيادات في المقاومة أو من فجروا الثورة، يشهدون بأن عدد الحركة أي عدد الخونة الذين كانوا يتعاملون مع فرنسا ويعملون معها أكثر بكثير من عدد جيش التحرير وحركة التحرير. لكن ولا أكثر واحد مقطوع بكثير أنفه يا أخي، وين الأنف؟ يا أخي أنت صدق هذا تكلم الرجل انت الله فاش يهديه. الاستثناء المغربي، دعك من ما تقفل الجزائر. فمك أنت، ما تستطيع أن تسكت. بلع فمك يا انت أيمن، يا كلب. بلع أنت يا فمك أيمن، واسكت يا لحظة غبي. لحظة 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 لحظة، لو سمحت لو سمحت لو سمحت يا أيمن، أنت أول ما بدأت ذكرت المغرب. هو أنت لو أنك تحدثت عن بلدك الجزائر دون أن تقحم المغرب، أنت اضطريته للرد يا أخي، أنت اضطريته للرد، فبالتالي خليه يرد عليك. وبعدين أنا أريد أختصر موضوع الجزائر وادخل لي في استثناءاتكم أنتم كمغاربة، لأنه هذا الذي لا يهمني. سأرد عليه أولا، ولكن أنا أشهدك وأشهد الحضور، والله لو قاطعني مرة أخرى سأقاطع جميع الجزائريين سيتكلمون فيما بعد. لا لأنه بنزلكم كلكم. لا، هو قاطعني الآن مرتين، أنزله إذا. لن يقاطعك، لا إذا قاطعك معناته يريد يهرب، تعتبره هروب. إذا أنا الآن في هذه المنصة أنا أريدك أن تضمن حقي في الكلام وعدم المقاطعة، لحد الآن قاطعني مرتين ولم أقاطعه أبدا. إذا لو قاطعني مرة أخرى نعم ينزل مباشرة. الاستثناء التالي كما ذكرت هو أن الجزائر هي الدولة الوحيدة التي كان فيها عدد الخونة أكثر من عدد المجاهدين. الاستثناء الثالث، الجزائر هي الدولة الوحيدة التي قامت بثورة على حسب زعمهم ولم يخرج المستعمر إلا باستفتاء، واستفتاء صوتت فيه نسبة مهمة ببقاء فرنسا، ونسبة خصوصية. طيب أنا أناقشك، أنا أعتبرها إيجابية يا أخي. هم أرغموا العدو على أن يرضخ للاستفتاء، قاتلوه وأرغموا وأضعفوا. لا يا أسعد، لا. حينما نرغم العدو نرغمه على الخروج، لو دخلنا معه في حرب يخرج. أما استفتاء فهذا يأتي من عند. نعطيك مثال بسيط الآن. المغرب مثلا لو أنه مثلا في موقف ضعف كان قبل بالاستفتاء في الصحراء المغربية. نحن في موقف قوة، لا توجد ثورة عندنا في الصحراء حتى نفرض أن نخرج منها أو شيء من هذا القبيل. هم الآن كانوا كذلك، هم لم يكونوا أصلا يطالبون بالاستقلال. لماذا؟ لأن من أدار دفة المفاوضات هم ضباط فرنسا، وهذا هو الاستثناء الثالث، أن ضباط فرنسا الذين قتلوا الجزائريين داخل الجزائر وقادوا ثورات وحركات فرنسا داخل الجزائر وقتلوا الجزائريين هم من أداروا دفة الحكم بعد الاستقلال إلى عهد بوتفليقة. أكثر من اوكي لحظه، هذا الموضوع قد اشبعناه بحثا. ادخل لي في خصوصياتك المغربيه. لماذا لا جايك انا يا اسعد، انا لا بد ان ارد عليه. خصوصيه اخرى الجزائر هي الغدر والخيانه. هذا الشعب، انا اقول هذا الشعب الجزائري تجرع الخيانه ويشربها في الحليب الذي يرضعه من ثدي الام الجزائريه. يتجرعون الخيانه ويتجرعون الغدر، كل من ساعدهم غدروا به، وكل أيمن قال أول خصوصية للإنسان الجزائري أنه لا يخون. أنا مسجلها قدامي. أي نعم، لكنه غدار، هو غدار خائن. الإنسان الجزائري غدار. الذين عاشوا مع المغاربة في وجدة وفي المنطقة الشرقية هم الذين قتلوا سكان المنطقة الشرقية، هم الذين كونوا البوليزاريو، هم الذين مولوا على قتال المغرب، هم الذين جاءوا بالمرتزقة من أكثر من 40 دولة، من كوبا ومن الاتحاد السوفيتي وفنزويلا، وجاءوا بكل ناعق من كل بلد من أجل قتال المغاربة. هؤلاء الذين كانوا يعيشون في حضن المغاربة وما تزال منازلهم إلى يومنا هذا مصونة في المغرب. اللي بعدها إذن الخاصية التي يجب أن يذكرها هي الخيانة والغدر، ماركة مسجلة باسم الجزائر. أيوة أنا دعني يعني أعد الوقت لديك. لكن هذه الخصوصية الثانية الجزائرية، أنهم شعب ثوري. هكذا هم يتباهون عليكم في المغرب، يقول لك إحنا ثرنا. أنت لم تثور كمغربي، أنت ما ثرت، أنت ما قاتلت، ما معك 1.5 مليون شهيد أنت كمغربي.
هذه قال خصوصية، استثناء لا يشبه الثورة الجزائرية أي ثورة في الدنيا. يعني قل لي رد على لا تفند أنت الثورة الجزائرية، رد على من يقول أنكم لم تثوروا أنتم كمغاربة وكان حماية وكنتم تحت ظل الفرنسي وما قاتلتوا وما طالبتوا بالعزة والكرامة والنيف وشيء من هذا القبيل. أول شيء من يكذب قوله هو جبهة التحرير الوطني الجزائرية التي يقدسها الجزائريون ويعتبرونها هي أساس ثورة الجزائر. بيان 1 نوفمبر الذي يقدسه الشعب الجزائري يقول فيه مفجر الثورة ال5 بأن الجزائر تخلفت عن الركب، وأن الثورة في المغرب وتونس قد سبقت الجزائر بعشرات السنين، وأنهم تخلفوا عن الركب. إذن هو كذاب. وبيان 1 نوفمبر أتحداه أن يقرأه الآن، لأن كل قادة الجزائر حينما يريدون الافتخار يقول لك الثورة النوفمبرية وبيان 1 نوفمبر. أنا أتحداه أن يقرأ بيان 1 نوفمبر. مفجري الثورة يشهدون أن الثورة انطلقت من المغرب وتونس وظلت الجزائر نائمة. هم فعلا استثناء، لأنه لا توجد دولة تظل قرن و30 سنة تحت الاستيطان. الحماية شيء هين. الحماية أن دولة تفرض حمايتها على دولة أخرى. أنتم كنتم مستوطنة، كنتم جزءا من فرنسا. كان الجزائري يولد بجنسية فرنسية، لا دين لا لغة. أنت يا أسعد ما وجدت تفسير لماذا كل الجزائريين لا يستطيعون أن يتكلموا بطلاقة. 130 سنة يتكلمون فرنسية، لا وجود للغة العربية. 130 سنة يزداد بجنسية فرنسية كجنسية أصلية، لا عملة جزائرية ولا تقاليد جزائرية ولا طبخ جزائري ولا عادة جزائرية ولا شيء أبدا. يا أخي عليهم أن يشكروا الدول العربية التي جاءت لتعلمهم العربية وتعلمهم الإسلام. هذا هم علمونا احنا، كانوا فرنسيين، لم يكن شيء اسمه الجزائر أصلا. طيب ادخل في الشأن المغربي، ادخل في الشأن المغربي. لكن كان لابد أن نرد على كل هذا الترهات وهذا الكلام الذي قال. أما أن يقول بأننا جئنا إسرائيل على الجوار، وإسرائيل كفار والروس كفار والإيرانيين كفار، فما الفرق إذن؟ أتيتم بالروس والإيرانيين قبلنا بسنوات، ما الفرق إذن؟ عاديتمونا وحاربتمونا حتى قبل التطبيع، ماذا تغير الآن؟ لو يأتي رجل بعد 10 سنوات ويفتح منصة مثل الأسد فتقول له أنت السبب في المشاكل بين المغرب والجزائر. تنكرون الحروب التي مرت بيننا وبينكم، الحدود مقفلة منذ عشرات السنين، ثم تقول أن المشكل هو إسرائيل. تسبون المغاربة وتطعنون فيهم 10، لكن هو صادق في كلمة واحدة، قال أن المغاربة ذبحون في السنوات الأخيرة، وهذه أشهد له بها. فعلا المغرب ذبحته من الوريد للوريد، تركت هذا الدولة، ذبحت الجزائر حكومة وشعبا بطريقة. فين ذبحتهم؟ أن تترك المرأة حامل وحينما تقترب من الإنجاب تقول لها هذا الابن لا أب له الكل يتخلى عنه، هذه ذبحة، هذه لن ينسوها أبدا. هم الآن الجزائر يعني في رحمهم تأخذ جزءا مما يسمى أرضهم، لا يستطيعون إخراجها. الآن تكونت الجمهورية الصحراوية داخل الجزائر، ولو يريدون اعتراف والله لن نعترف بهم ونفتح لهم سفارة عندنا في الرباط وتكون لنا سفارة. هذا هو. طيب لماذا؟ أما طيب الآن نعم أنا لأنه هو اضطرني للرد، كان لابد أن نرد على كل هذا الطرحات. الآن الحديث حول الاستثناء. شوف يا سعد، المغرب استثناء من جميع النواحي: التاريخ، التوجه السياسي، التنوع الجغرافي، الهوية، كل شيء، نظام الحكم. نحن الدولة الوحيدة في كل الدول العربية والإسلامية التي لم يدخلنا الحكم الاحتلال العثماني. مش احتلال يا أخي، خلافة إسلامية. أنت سميه أنت خلافة. أنا يا أخي خلافة إسلامية. خلافة إسلامية. لو أكثر من سنة. أنا شوف والله يا أسعد، لو تريد أن تفتح هذا الموضوع أنا مستعد. والله سأفتحها، والله سأفتحها، والله أنا إلى حين فتحه سميه أنت خلافة عثمانية، وأنا سأسميه احتلال، لأن الخلافة لا تدخل للدول وتقتل رؤسائها في المراحل. هذا خطاب، هذا لو سمحت يا أخي، لو سمحت يا أخي، لو سمحت.
امين انزل تحت يا شوشع انزل تحت لا لحظه يا ولد العاصمه، انا نزلت قاطع ونزلته خلاص صافي، من يقاطع ينزل، من إذا يقاطع ينزل. ايه نحن هوية نحن استثناء بهويتنا. المغرب الدولة الوحيدة التي امتزج فيها الدم العربي بالدم الأمازيغي بالحساني بالموريسكي، ولن تجد فينا نعرات قبلية ولا عرقية أبدا على مر السنين، ولن تجد حروبا بين المغاربة على أساس عرقي أبدا على مر التاريخ. نحن الدولة الوحيدة التي يحكمها النظام المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية، ولا يوجد لا طوائف ولا صراعات طائفية ولا دينية، لن تجد هذا أبدا. نحن أقدم ثاني مملكة في العالم بعد الإمبراطورية اليابانية، وهذا لن تجده في أي دولة أبدا. المغرب الذي يتميز بنظام ملكي مستقر، الشعب المغربي لم يخرج على ملوكه حتى يوم أصابته المجاعة ولم يجد لقمة يأكلها. هذه خصوصيه. طبعا هذه خصوصية ونفتخر بها. لم يسبق ان خرج الشعب المغربي على ملكه. لم يخرج الشعب المغربي على ملكه أبدا، بل كان في سنوات الجفاف وسنوات الخصاص نضع أيدينا في يد المؤسسات المخزنية لنخرج من محنتنا بقوة، وهذا ما يزيد تشبثنا بأنظمتنا ويزيد حب أنظمتنا لهذا الشعب، لأنه يعلم بأننا شعب. أيوة لكن لحظة ولد العاصمة، هذه قد يأخذها عنك خصومك أنها سلبية، يعني أنت قابل للخضوع لا تخرج، لا تتحرك، لا تثور، يعني يظلمك الملك، يهينك الملك، لا تخرج ولا تركع ولا شيء. أنت تكلمت الآن عن يظلمك ويخونك، أنا ما تكلمت عن الظلم والخيانة. أنا أعطيك مثال بسيط. جاءت سنوات جفاف متتالية، جاع الناس، هل نخرج على أنظمتنا بسبب الجوع؟ طبعا لا. لكن لو يأتي قرار لا يعجب الشعب المغربي نعبر عن آرائنا، وأنت رأيت ذلك ما حصل في التطبيع، ما يسمى بالتطبيع وهو ليس تطبيع، وعلى شاكلته الشيء الكثير. نخرج للشارع، نتواصل مباشرة مع الملك ونتخطى حتى ممثلي الأمة بدون خوف، والملك يستمع إلى نبض الشارع. وما حصل في 20 فبراير أفضل دليل أن بعض الناس خرجوا للشارع طالبوا بتعديلات دستورية، جاءنا دستور جديد فاق توقعات حتى من طالب بتعديل الدستور، إذ سبق مطالب الناس. هذه هي الخصوصية. طيب. من حيث نظام الحكم في المغرب. الخصوصيات هذه والاستثناءات الموجودة في المغرب، لماذا لكم أنتم وحدكم؟ يعني ما هي الميزات التي فيكم ليست في غيركم مثلا؟ إيش فيك أنت؟ يعني معك 3 آذان ولا 4 عيون ولا لسانين ولا عقلين؟ يعني أنتم بشر كبقية البشر، إيش معنى أنت شيء مختلف عن بقية الناس؟ ما الذي يميزك؟ شوف يا أخي أسعد، نحن كنا دائما لم نكن يوما منطقة مرور ككثير من الدول في شمال إفريقيا. لم نكن يوما منطقة مرور، بل كنا دائما دولة مركزية في غرب إفريقيا. من الأساس كنا دائما نعيش في نظام ملكي مستقر، كان دائما يحكمنا نوع من ما يسمى بالعقد الاجتماعي الذي يربط بين الشعب وبين الحاكم. هذا خلق لدى الإنسان المغربي في جيناته نوع من الحب لنظامه والسعي نحو استقرار بلده، وأن لا يساوم على استقرار بلده. وأنت ترى كل الدول التي سقطت فيها الملكيات ما مصيرها اليوم. لذلك الزمن يثبت لنا أن اختيارات الشعب المغربي وتشبثه بنظامه الملكي الدستوري الذي يحكم ويسود فعلا هو شيء صائب. ولك في جيران السوء أحسن نموذج وأحسن مثال. نحن استثناء في تنوعنا الجغرافي، لدينا واجهة متوسطية وواجهة أطلسية، لدينا صحاري، لدينا غابات، لدينا جبال، لدينا ثلوج. كل المناخ الموجودة فوق الأرض تجدها في المغرب. لدينا اختلاط بين الأمازيغ والعرب بشكل غريب، إلى درجة أنك لن تميز العربي عن الأمازيغ في المغرب، وهذه كلها نقاط قوة نفتخر بها. لدينا سياسة خارجية لا تشبه أي دولة
في كل الدول العربية. نحن دولة حليفة لدولة الإمارات، لكننا كسرنا الحصار وساعدنا قطر. نحن دولة تعتبر حليفة لأمريكا، وعلاقتنا مع روسيا علاقات جيدة، بل أفضل من علاقات الجزائر مع روسيا. هذه انا اقر لك ان استثناءات لا توجد الا في المغرب، استثناءات دبلوماسيه انا نفسي ما قادر افهمها حقيقه. هذه التوازنات الدبلوماسيه في العلاقات خطيره جدا للمغرب فعلا. لأن اسمع يا سعد، لأن كل الدول العربية، أعطيك مثال الآن، جيران السوء كل 4 أشهر يأتون بوزير خارجية ثم يطردونه، يأتون بوزير خارجية ثم يطردونه. لماذا؟ لأن لديهم وزارة خارجية يسيرها رجل يسير على أهوائه، لربما لديه يعني مآرب سياسية أو أغراض خاصة أو مطامع خاصة. المغرب لا، الدبلوماسية لدينا مؤسسات، ليس مؤسسة واحدة، مؤسسة ملكية ووزارة خارجية وعدة أجهزة كلها تعمل في تكامل. لدينا دبلوماسية اقتصادية ودبلوماسية دينية ودبلوماسية رياضية، نعمل على جميع المستويات. هناك عقول. هذه المؤسسة التي يسبها الأغبياء ويصفونها بالمخزن هي مؤسسة والله العظيم لا يغار أمثال الجزائريين لأنهم لا يمتلكونها، لأنها مؤسسة فيها من العقول والأدمغة والمستشارين الاقتصاديين والسياسيين والدينيين الذين يعملون إلى جانب المؤسسة الملكية. نحن حينما نتكلم على الملكية يا أسعد لا نتكلم عن شخص جلالة الملك، هي مؤسسة ويسير تحتها عدة مؤسسات وأجهزة تعمل بالليل والنهار. كل الإنجازات التي تراها على أرض الواقع هي نتيجة عمل عدة مؤسسات اقتصادية وسياسية ودينية ورياضية وثقافية، كلها تعمل من أجل اتخاذ دائما القرارات التي في غالبيتها نراها صائبة. أحيانا نحن المغاربة نستغرب من شيء يقوم به الدبلوماسية المغربية أو نرفضه، لكن مع الوقت نكتشف بأنهم كانوا صائبين وأن رؤيتنا كانت قاصرة وكانت رؤيتهم أعمق. تفضل. سأعطيك قبل الأمير. اصبر يا أمير، اصبر من فضلك نقدر اصبر راني اسمعك. طيب سد المايك. ولد العاصمة أنا سأعطيك دقيقة واحدة إضافية فقط، لا تزيد عنها. يعني التنوع العرقي الموجود في المغرب أيضا هو موجود في الجزائر، يعني أمازيغي، عربي، شاوي، جني، عفري، موجود في الجزائر أيضا ومتعايشين وأمورهم طيبة في الجزائر يعني. طيب أنت قلت أنه لا تكاد تميز المغربي الأمازيغي من العربي، فعلا في الشارع ما تقدرش تميزه. ألا تخافون أن ينفجر صراع عرقي يوما ما عندكم مثلا من باب التعصب العرق العربي أو الأمازيغي يوما ما؟ أبدا، هذه المسألة لا نخاف منها أبدا. المجتمع المغربي مجتمع عصي على الاختراق، ومجتمع يمتص الصدمات ولا يقبل الدعوات الخارجية مهما كانت، ولا يساوم على دينه وعلى مفهوم تمغربيت ديالو، أي أنه لا يقبل أبدا دعوات الجاهلية والدعوات العرقية. والدليل أننا نحتفل بأعياد الأمازيغية ونحتفل بكل شيء عنده علاقة بالأمازيغية، وأن اللغة الأمازيغية لغة رسمية قبل جميع دول شمال إفريقيا، والدولة تساهم وتقوم بعمل كبير من أجل ترسيمها وترسيخها داخل المؤسسات وتعليم هذه المغاربة لنحافظ عليها، لأنها إرث وطني، لأنها جزء كبير من مكونات الشعب المغربي هو أمازيغي. أشكرك. ما في الجزائر. أنت سألتني عن الجزائر. أنت سألتني عن لا ليس لك تنوع. أقول لك لماذا يعتبر تنوعهم مصدر قوة. الآن في هذه الساعة التي نتكلم تحرق منطقة القبائل كما يتم الفعل معها كل سنة يحرق الأمازيغ في الجزائر. كل سنة يقوم العسكر وكبرانات فرنسا بإحراق منطقة القبائل، ولعل جريمة قتل إسماعيل العمري يا أخي دليل على ذلك. اسمعني يا سعد، يا أخي ماش منطقية أنهم يحرقوها، صلى على النبي، يحرقوها كل سنة، مش معقول. بالله لا يحرقوها يا أسعد، وكاين فيديوهات مصور للطائرات وهي تكب البنزين. مش معقول يا رجل، مش معقول والله يا أسعد لا يحرقونها، وهناك أدلة. هناك كل سنة وسياسة كل سنة يعني أعطيك يا أسعد، أعطيك شيء.
أنت تعرف هذا المخبول بن سديرة الموجود في لندن؟ ايه العام اللي فات قال بعد شهر من الآن سيحرقون القبائل، وحصل ذلك. هو عنده أعطى عنده الموعد مخابرات، بالتحديد. عنده أعطى الموعد تسريبات هو دائما. بالتحديد. ها، إذا هي تسريبات، إذا هناك فعلا حرق. انا بالنسبه لي استبعد ان الجزائر تحرقها كل عام. لو قلت عام مره عملوها مره، لكن كل والله سنه هناك تحرقها كل سنه. شوف يا أسعد، عليك أن تقرأ الكتب التي كتبها الفارون من الجزائر نحو أوروبا. ستجد أنهم يعلمون أن هناك جنرالات مخصصة لجرائم الحرق، وذكروها في كتبهم أنهم يفضلون حرق المناطق لأجل طرد سكانها من تلك المناطق ومن أجل بث الرعب فيهم. هذه سياسة طيب. متبعة منذ العشرية السوداء، وجبار مهنا أنا- أكبر نموذج على ذلك. انا عقلي لا يستوعب ان ممكن يحرقوها مره، لكن كل سنه هذا لا استبعده تماما. طيب تماما لماذا تماما تحرق تماما. فقط تلك المنطقة كل سنة؟ لماذا بالضبط هي يا تلك اخي المنطقة؟ الحرائق شبت حتى في المغرب مره، وتحرق غابات كل سنه. نعم، مرة واحة في الصحراء، مرة في تطوان، مرة في الجنوب، لكن في الجزائر لماذا لا تحرق إلا منطقة القبائل؟ الله لا اعلم، لكن رغم مسألة أنها ليست أنهم في الصحراء، ليست مناطق صحراوية. ها، يعني من المفترض أن أكثر المناطق تحرق هي الغابات القريبة من الصحاري. تحرق نفس أوكي. المناطق كل سنة. تفضل يا أستاذ. اوكي، الاخ الامير الذي كان له الحديث وهو جزائري هو الذي نزل، حتى لا يقول اسقطوه. هو الذي نزل. لا ادري لماذا نزل. تفضل اخي رجل وكفى. سعد، السلام عليكم. وعليكم تحية. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلين ومرحبتين. كيف حالك؟ أحوال طيبة. الله يبارك فيك، الله يسلمك. بهذا الجلباب المغربي والطربوش الفاسي، هنا ربما الخصوصية، أنا كلمة الاستثناء لا أحبها، لكن الخصوصية كلمة جميلة. تعرف أن هذا الجلباب اللي تلبسه بيتسمى عندنا احنا السوسدي، هو عنده 4 أسماء. كاين السوسدي، هناك ما يسمى هو نفسه، يعني طبيعته أنه يبين ما تحته. ونقول لك ايوه، نقول لك اي بالعكس. شفاف. اي لماذا؟ بيسموه السوسدي، واحيانا بيسموه الخفيف، وارفع انواعه بيكون يتسمى البزيوي، بيتصوب في منطقه بزو من طرف النساء الامازيغيات في الجبل. وبالمناسبه هو اذا كان حر، كنسميه احنا الشعره الحره، يمكن يوصل ثمنه الى $1000، يعني النسيج الواحد. ايه طبعا. الله. وخياطته طبعا قد تكلف نفس الثمن، ولكن انا قلت لك لماذا هو خفيف، لانه يظهر ما تحته، وهذا هو الاهم. في الحقيقه الجلباب المغربي الكامل هو 4 قطع، مش قطعه واحده. يعني هذا اللي تلبس انت. انا الان راني في حديث الخصوصيه بالمناسبه. اي تحته بيكون شيء بيسمى القميص، وهذا اللي هو هذا. لا هذا فيه زخرفة أندلسية رائعة، هذا فيه زخرفة باليد عجيبة. وتحتها تلقى شيء بيتسمى الرقابية، يعني كيكون هكذا لاصق على الرقبة. بتشوفوا بعض صور جلالة الملك محمد السادس. وفيه بعض الناس اللي كيكونوا ميسورين جدا بيلبسوا جلبابين. بتشوفها مثلا عند الحسن الثاني الله يرحمه، كان جلباب جلباب وفيه جلبابين، ثم هذه القطع اللي قلت لك. نقول لك واحد الخصوصية انتبه إليها مهمة جدا جدا. الجلباب ينبغي أن يكون أبيض، والطربوش أحمر، لكن في الطربوش ينبغي أن يكون هناك طرف أسود، والبلغة الزوانية صفراء. تعرف لماذا يا سعد؟ العناصر 4، يعني الدم والبلغم والمرة السوداء والمرة الصفراء، يعني الماء والنار والتراب والهواء. وهذا تراث أندلسي ورثه المغاربة. يعني إن شئت في اللباس كان ينبغي أن يجسد هذا الأمر عند المغاربة. وأنت إن جلست إلى رجل يعرف هذه الأمور، وأنا عندي بعض أصدقاء علماء في هذا، ستخرج بالعجائب. وهذا تجده مثلا في الطبخ، المالح والحلو الذي فيه شيء من المر والحار، الذي هو كذلك العناصر 4.
وتجده في بنية المدن وما إليه ولن ننتهي. على كل حال هذه مناسبة للحديث فقط. أنا بس أليج لعمق الحديث. وتعرف حتى لا تفوتني هذه، في الموسيقى الأندلسية عندنا 12 نوبة، كل 4 نوبات في طبع، كل 4 نوبات في طبع حتى تكون العناصر الأربعة. نرجع للموضوع. هو في تقديري ما نتكلموش على استثناء مغربي. بالمناسبة ممكن شي مرة يا أسعد تفتح شي لايف على هذا الموضوع، الخصوصية الثقافية المغربية، وعندنا فيه الكثير يقال إن شاء الله. الخصوصية الثقافية المغربية هذا لا شك فيه. هذه أنا سمعتك مرة تقول شيء هكذا لها علاقة بالعمق الحضاري، إني أخص خصوصياتكم أنتم كمغاربة. أنا إنه في عمق حضاري، في تربية حضارية تراكمية. آتي لها وأخشى أن أبعد النجعة ولكني سأحاول. هو ما نقولوش استثناء، لأن هذا طيحنا في الشوفينية. كل الناس لهم خصوصية، عندهم ميزات. فكل شعب، كل أمة عندها عبقرية خاصة. المغاربة عندهم كذلك خصوصياتهم، لكن كلمة استثناء ما تجوز، يعني فيها نوع من التعصب أعتقد لا يليق. كل شعب عنده عبقرية خاصة. مثلا الشعب المصري عنده عبقريته الخاصة ولا شك، مثلا النكتة، التاريخ الطويل، الصبر، عندهم قدرة عجيبة على الصبر المصريين. التوانسة عندهم قدرة عجيبة على التكيف مع الجديد. الشعوب الأخرى كل واحد عنده خصوصية، ما هذه لا شك فيها. ما هي خصوصية الشعب الجزائري بصراحة؟ خصوصية الشعب الجزائري هي الجزائر نفسها خصوصية في وجودها، لأنها دولة لا نعرف إلى الآن هل هي دولة أم مقاطعة أم مستقلة. حتى في الأمم المتحدة ما أعرف، هي من بين المناطق المتمتعة بالحكم الذاتي وهي لا، الجزائر وجودها استثناء، مش فيها استثناءات، هي استثناء لكن الاستثناء اسم مشترك يدل على الشيء ونقيضه. ما علينا. لا الإنسان الجزائري، أنت وصفت المغرب المصري بالصبر والتونسي بالتكيف على الجليد. الإنسان الجزائري كيف تصفه؟ ما هي ميزته الرئيسية؟ شوف، أنا لا أريد أن أنا بيجيني الشعب الجزائري مظلوم، والله مظلوم جدا. أنا عرفت جزائريين مظلومين يا أخي، 130 سنة من الاستعمار، ثم بعدها أكثر من 70 سنة من حكم العسكر. في ظلم شديد على الشعب الجزائري، هذه الحقيقة. أنا يرق قلبي وأنا بعرف جزائريين طيبين جدا، غاية في الطيبوبة، زعما مش هم هادو اللي بيصعدوا لنا هنا في هذه المواقع، هم أرادل وأسافل لا شك. لكن هذا الجزائري الذي في الغابة أو الذي يشتغل في الجبل أو المنقطع في الصحراء، هؤلاء ناس مظلومون، مساكين نعم. حقيقة هي هذه. أعود للمغرب. شوف، وما نطولش إن شاء الله. هو المغرب إذا أردت أن تفهمه تنظر لخارطته ثم تنظر لتاريخه. أولا هو بلد أقرب البلدان العربي إلى الغرب، 15 كيلومتر، متفقين؟ فكان كلما كان هناك بلاء في الزمن القديم، في القرون الوسطى مثلا، كان المغرب هو الأول فيه. أنا أعتقد 2 نقاط تماس على مستوى العالم الإسلامي كله فيهم هذه الخصوصية، المغرب وتركيا. هذه المسألة جعلت المغاربة دائما في كيانهم الداخلي يكونون دائما على أهبة، نوع من الاستنفار الدائم، نوع من لأنك تعرف لما يكون شخص بيستشعر بالتهديد يكون أكثر تشبتا بهويته من اللي في بحبوحة. فالمغاربة دائما لما تقرأ أشعار المغاربة تشوف مثلا تعلق المغاربة بالرسول هو تعلق عجيب لا مثيل له. بمن؟ بالرسول صلى الله عليه وسلم. بالدين. أنا أريدك أن تشرح لنا خصوصيتكم الدينية، حتى هي غريبة وعجيبة يا أخي، والله العظيم أنا ما رأيت مثلكم شعب متدينين ومش متدينين. يعني حتى الذي ما يصلي يقول لك الله والدين والله والوطن والملك
وشعار الله هذا موجود في ألسنتكم، وأحيانا حتى لا يصلي هذا المغربي ولا عمره ضرب ركعة، لكن سبحان الله هذه أيضا أريدك أن تعلق عليها. لا، هو المغاربة نظرا لكونهم بلاد ثغر، هو في المؤرخين بيقولوا على المغرب بلاد العدوى، يعني بلاد المقابلة للعدوى الصليبية دائما. كان عندهم تعلق كبير جدا بآل البيت وبالرسول، وبالتالي بالضرورة بالإسلام أو قبله بالإسلام. مثلا تلاحظها المغاربة عندهم مش المديح فقط، عندهم الذكر والمديح والسماع، وعندهم احتفاء غريب، واحتفال غريب بالمولد النبوي، بعشق آل الرسول. هذا مش موجود في الشرق. لماذا؟ لأن المغاربة كانوا محتاجين، وهذه قالها لي والله عالم من العلماء. شوف هذه واحدة يلزمها ساعة للبحث، ولكن نقول لك لا لا لا، أنا أرجوك تعمق في هذا، لأني واحدة فعلا من الخصوصيات التي أنا نفسي تحيرني حقيقة، علاقتكم بالدين، رسول الله، الدين بشكل عام، النبي والدين بشكل عام، والجانب الروحي هذا الموجود في الإنسان المغربي، حتى لو كان ليس متدينا، ليس بالضرورة أن يكون متدين. هو تعلقنا بالدين هو تعلق فطري وسياسي. لماذا؟ لأنه كما قلت لك ربما المرة السابقة، اللعب في هذه الأمور لا يجوز. الدين عنصر لحمة اجتماعية وسياسية. نحن كما قال سعد، نحن قبائل، نحن أمازيغ وعرب وموريسكيين وحسانيين وزنوج، لا بد لنا من عناصر لامة وجامعة. هذه العناصر تعنيها أولا الله. اسمح لي أولا، هنا طبعا المغاربة يبررون لحمتكم وأنكم متعايشون رغم أنكم أعراق مختلفة، فسيفساء عرقية متفاوتة بين عربي وأمازيغي وجبلي وشلحي وريفي وجن وعفاريت، أنها الملكية. أكثر شيء يبرروها المغاربة يقول لك لأن لدينا ملكية جامعة. هل الدين دور هنا في هذا اللحمة؟ الملكية أصلا تأخذ أصول مشروعيتها من الدين. أنا قلت لك أن الملك في طيلة تاريخ المغرب حكم باعتباره أميرا للمؤمنين، فالدين هنا عنده عنصر لم وشد اجتماعي. لهذا المغاربة لا يفرطون. أنت لما تدخل في أي مدينة تجد الله، الوطن، الملك. هذا مش من باب التفاخر، لا، هذا عنصر مؤسس. أنت لو تلعب في الذات الإلهية، أو تلعب في الوطن، أو تلعب في الرمز الدنيوي الآني اللي هو الملك، يأكلك المغاربة. لماذا؟ ولا يأكل ولا بطيخ. عندكم إلحاد، عندكم كفر، عندكم إلحاد، عندكم كفر، عندكم كل شيء. أرجوك يا أسان. التشبت بالله لا يعني الوقوف باعتبارنا آلهة على رقاب الخلق. هذا أمر مرفوع إلى الله. أنا يهمني السلوك اليومي، أنا لا يهمني ما يعتقده الناس في أنفسهم. هذا مرفوع إلى الله، هذا لا دخل لنا فيه. وإن كان اليوم رجل سفيه أساء، هل أقطع رجائي من أنه غدا يتوب؟ هل أنا إله حتى أحاكمه؟ لا. لكن لا. أيوة، أنتم شوف، هي هذا المشكلة. أنا أعتقد ناقشت ولد العاصمة عن هذا قبل. يأتي مغربي ويكفر بجزء من الشعار، مثلا الله، يكون ملحدا. هنا يكون خطابكم هكذا: نحن لسنا على رقاب الناس، ولا تصنفونه خائنا، لكنه لو يكفر بآخر عنصر في الشعار وهو الملك لأخرجتموه، وربما يقتل. لا غير صحيح. لا يا رجل، لا بلغت. الملك بجلال قدره خرج وقال: لا تحاسبوا أي أحد يقول كلمة سوء عني. هذه كان بيان رسمي خرج. لا، الكلام غير صحيح. إنما هذا الذي تقوله، إن أحد شكك أو ضرب أو كذا في الخاص. شوف، الفقهاء يقولون، اسمع، هذه نكتة فقهية، نكتة في العربية بمعنى شيء نادر: لو صح تكفير امرئ على 10 وكفر في 9 وأمن في 1 يؤمن. هذا في الدين يؤمن. نحن لسنا واقفين على رقاب الناس، وإلا كنا أفغانستان أيام طالبان. لا يا رجل، لا. نحن ما يعني الشعار هذا من حق المغربي ألا يؤمن به.
من حقه أن لا يؤمن شريطة ألا يضع في المجال العام في خطر اللحمة الجامعة، لأن هذا لا يصير رأيا شخصيا، يصير سلوكا سياسيا. هنا في خطورة. بمعنى أنت مثلا نوريك مثال واضح. شخص يأكل رمضان في المغرب، تأكله في بيتك إن شئت، بيتك، وتلزم بيتك، ولن يدخل عليك أحد في بيتك، لكنك تخرج للمجال العام وتأكله. هنا صار دعوة سياسية، لم يعد رأيا خاص. أيوة، مفهوم. يعني قصدك ألا تدعو إلى معتقدك الذي يتصادم مع هوية المغاربة وشعارهم الخالد، لا تدعو إليه، وأمنهم وما يجمعون عليه، لأن هذا رأيناه جرب في أماكن أخرى. نحن لا نلعب في هذا. أنا شخصيا كل واحد يتلاعب بالأشياء الجامعة واللامة للمغاربة بما فيها العرق ينبغي أن يضرب على يده. هذا قناعتي لا شك، قانونيا طبعا يضرب على يده بالقانون، لأن هذا يا رجل مصير سفينة ثقيلة فيها 40 مليون شخص. هذا مش لعب، هذا مش لعب. طيب أنا عجبتني هذا الخصوصية، أنه أنا أريد أن أنوع الحديث، لكن أنا من أخص خصوصياتكم هذه مسألة الدين. يعني مسألة الدين من ضمن ما يشوه عليكم أنتم كمغاربة. مثلا يقال عليكم عندنا في المشرق أنه لا دين لكم، أن عندكم فساد وتدخل تلاقي دين، الملك يذبح ويقيم شعائر، والمغربي مهما وصل من التقصير مثلا يظل له علاقة بالدين. اختم لي أنت في موضوع مغاربة الخارج، هل يظل بنفس النمط يعني وهو مولود في الخارج يظل نفس الشيء هكذا، أم أنه يتغير مغاربة الخارج؟ النقطة الأولى، كل شعب له تمثلات عن الشعوب الأخرى، ولو أريك أنا التمثلات التي عند أهل المغرب على الناس الذين في تلك المناطق. لكن هل لأن عندنا هذه التمثلات هذا صحيح؟ هذه أحكام، كليشيهات، أشياء لا اعتبار لها. الذي نعرفه، شوف يا أسد، الذي نعرفه ويعرفه العالم أن المغرب بلد مسلم فيه عصاة. نعم يا أخي، فيه عصاة، فيه أناس لا يتدينون. هذا في الدنيا، ليش خصوصية مغربية؟ هذا موجود حتى في السعودية، في مكة موجود. هذه مش خصوصية مغربية، هذه مسألة عالمية. النقطة الثانية، شوف، هو لما بيغادر الواحد بلده تصير علاقته ببلده نوعا ما مؤسطرة، أسطورية، فيها كثير من المخيال أكثر من العقل. لهذا تجد أن إخوتنا من حبهم للمغرب يصير ارتباطهم في المغرب من كيكونوا في الخارج ارتباط تقريبا في حدة إن مع أو ضد، لكن يصير في حدة، لكن تطرف، نوع من التطرف، لأن البعد يعني يهيج المشاعر. البعد يهيج. لكن المؤكد أننا كلما احتجنا، مهما كانت قناعتهم، كلما نادى المغرب بأبنائه الذين في الخارج أن يعينوا بلدهم كما حدث في أحداث الحوز، والله شيء عجب. تعرف أن هذه تحية لمغاربة الخارج، والله يستاهلوا، والله العظيم ألف تحية لهم. نقطة أخيرة يا سعد، تعرف هذه رحلة الرجوع التي تكون في الصيف من أوروبا إلى المغرب من المغاربة لا مثيل لها في العالم تقريبا. عدد الذين يعودون بالملايين يا أخي، لا مثيل لها. أنت في كل شهر 6-7 كل طرق إسبانيا وجنوب فرنسا تقريبا تصير حكرا على السيارات المغربية. الله سبحان الله. لدرجة أن عددا كبيرا من المدن والطرق والموانئ الإسبانية تعيش سنويا على هجرة المغاربة. وكان من الأسباب التي عاقب بها المغرب إسبانيا هذه سنتين في موقفها أنه حول الهجرة إلى البرتغال، حتى لا وجود لأي بلد أبناؤه في الخارج متعلقون به
بالشكل الذي يظهره عودة المغاربة من الخارج في الصيف، شيء استثنائي